رأيت أن رجل مطوع الظاهر لي أنه كان مفسر، حواليه ناس كثير يفسرون أحلامهم، وناظر فيني وقال أنت لك 26 طريق. طبعا تقول بدون وزر أكيد. رؤيتك والله أعلم مبشرة لك بإذن الله تعالى بأنك كما قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طبعا لابد من السعي في أمور الدنيا والآخرة، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لابد من السعي وعدم التواكل. فأنت اسعي فيما يخص أمرك من ناحية الرزق، من ناحية الأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيما يتعلق بأمورك الدنيوية فاسعي وسيحقق الله لك تعالى أمورك. كما 26 دلالة على 26 طريق، يعني 26 سبيل. فأنت اسعي واشتغل على نفسك، وفيما يخص الإنسان أن يتعلمه، وفيما يعني يتقنه ويعمل به، وبإذن الله تجدين التوفيق حليفك، وتركي عنك الكسل والتواكل. فتوكل على الله عز وجل شيء طيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن لابد من السعي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. اجمع بين التوكل والسعي والتفويض لأمرك إلى الله تعالى، واطلبي من الله تعالى المعونة والتوفيق والسعي.